السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبايب قلبي في قناتكم سفرة دايمة مع الحبايب. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده. أنا عارفة اللي هي مش وقتها، احنا داخلين في جو ساقعة وكده، بس حاجة بسيطة كده نفرح بها ولادنا. تمام. بس قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب، وما تنسونيش بقى في لايك جميل وكتابة كومنت حلو كده عشان القناة تكبر بيكم وتبقوا جزء من عيلتي. انا معايا هنا 3 بواكي من البسكوت، اي نوع بسكوت ممكن تستخدميه. تمام. ومعايا هنا باكو من الجيلي، هنعمله كده بالجيلي، ممكن تحشيه برضو اي حاجة. ومعايا 3 معالق من الدقيق، وهنعمل التشيز الاقتصادية. ومعايا 3 كوباية سكر، و3 معالق من النشا، ونص كوباية من اللبن البودر. وطبعا معايا كوبايتين من اللبن. ممكن نحتاج لبن تاني على حسب السمك التشيز معاكي الاقتصادية دي هتبقى معاكي ازاي. معايا 5 مثلثات من الجبنة، وقالب زبدة. دي مكوناتنا، حاجات بسيطة جدا. اول حاجة هنعملها، هنضرب البسكوت في الكبة. ممكن بأي أداة عندك ممكن تكسري بيها البسكوت، بس الأفضل يكون الكبة، بحيث ان هي تفرمها لك بسرعة. خلصي بقى الكمية اللي انت جايباها، بس طبعا علشان تعملي تشيز كيك تبقى طبقات طبقات وطبقات متساوية، هتحتاجي بسكوت كتير، لان هو اول طبقة انت هتحطيها، فكمية البسكوت تكون كبيرة. خلصي بقى الكمية ديت. على ما تخلصي بقى الكمية، طبعا هنكون مسيحين الزبدة. تمام. ونسق بيها البسكوت، عايزينه زي الرمل المبلول، زي ما بتشوفي كده حبات الرمل المبلولة كده في البحر، هي بالظبط عايزينها. بعد ما نخلصها هننزلها بقى في القالب اللي احنا هنستخدمه، ونضغط عليها بحيث نساوي كل الاتجاهات. هنعمل بقى القشطه الكدابه او التشيز الاقتصاديه. هننزل كل حاجه على البارد، يعني ننزل بالسكر وبالدقيق وبالنشا وباللبن البودر وباللبن الساقع. تمام. بحيث اللي هو احنا ندوبهم كده على البارد قبل ما نرفعهم على النار، بحيث ان النشا برضو تدوبي النشا مع الدقيق في اللبن. يا رب تكون القناة وصفاتها بتعجبك، وما تنسينيش بقى بلايك جميل كده بإذن الله. بعد كده هنرفعها بقى على النار. تمام. ونقلب باستمرار. اهم حاجة اللي انت تقلبي باستمرار، بحيث تحصلي على السمك والقوام اللي انت عايزاه. بعد كده ما تلاقيها تتقل معاكي، نزلي بقى بالجبنة المثلثات، ويفضل جبنة مثلثات تكون نوعيتها كويسة، بحيث اللي هي تدي معاكي طعم جميل جدا. وبرضو لو ممكن تستخدمي القشطة، لو عندك معلقتين قشطة ممكن تحطيهم، او القشطة المعلبة، طبعا على حسب الحاجات اللي عندك. اخر حاجة بقى نحطها باكو من الفانيليا، ونستمر برضو في التقليب. شايفة القوام اللي انا هوريهولك ده دلوقتي؟ ده القوام اللي انت هتحصلي عليه. طبعا احنا كنا مدخلين البسكوت في التلاجة يجمد شوية اول طبقة، وبعد كده هننزل عليها بالتشيز الاقتصادية او القشطة الكدابة على حسب ما تسميها. اخر حاجة بقى، طبعا بقول لكم هنا ان انتوا تسيبوها 3 ساعات في الفريزر او في التلاجة. هنعمل الطبقة الاخيرة بقى الجيلي. هننزل بقى باقيين من الجيلي، او ممكن باقي واحد، بس طبعا هنا على حسب انت بتحبي الجيلي سمكه كبير ولا صغير. وننزل برضو بنص كوباية من السكر، وكوبايتين من المية المغلية. يعني كوبايتين كيسين الجيلي هياخد كوبايتين مية مغلية وكوباية مية ساقعة، بحيث ان الجيلاتين بتاع الجيلي يمسك معاكي الجيلي بسرعة. نقلب بقى باستمرار، بحيث الجيلاتين او الجيلي يدوب بسرعة. اخر حاجة هننزلها اللي هي المية الساقعة. ما تنسينيش بقى بلايك جميل كده. بعد كده بقى عايزه تزينيها مثلا بحبه من الفراوله. انا هنا كان عندي شويه من الفراوله، قلت احطهم، حطيتهم كده ورصيتهم القشطه الكدابه بتاعتنا. واخر حاجه هنصب بيها الجيلي، بس طبعا يكون بارد، اهم حاجه يكون بارد. بحاجه كده اداء كده هتنزليها كده، بحيث توزع على جميع الجوانب. وتسيبيها بقى في التلاجة ساعة ساعتين على حسب الجيلاتين او الجيلي يجمد. وبقت بالشكل الجميل ده. يا رب تكون الوصفة عجبتك، وما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وعشان القناة تكبر وتبقوا جزء من عيلتي بإذن الله. يا رب تكون الوصفة عجبتك.
مع السلامة.